السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده الاربع الموافق 28/9/2011. هنتكلم عن حاجه غريبه بقى، بس هحاول انجز فيها. احنا من ميدان التحرير طبعا. دي ثاني مره بعلن فيها بدايه الثوره المضاده دي ممكن نلاقيها في الصيدليه. ايمن نور الظاهر متفرج على الفيديو. انا بسال البرادعي مين اللي قال لك يا برادعي ان جمعه تصحيح المسار هتبقى مسلحه وممكن يبقى في ثوره ثانيه مسلحه. الظاهر ان ايمن نور اتفرج على الفيديو دوت، فحب يقول لي ان هو كمان بيتنبأ وبيتوقع بالطالع وليه في علم الفلك ودارسين في علم الفلك الناس دي. من 3 ايام يا جماعه لقيت لكم تصريح نزل من اللي اسمه ايمن نور بيقول فيه في 6 اكتوبر، يوم 6 اكتوبر اللي جاي في جماعات هيسرقوا زي الجيش ويعملوا عمليات تخريب. طيب يا جماعه، الظاهر ان الدجالين كتروا قوي في المعترك السياسي. يعني انا حاسس ان الدجالين بقى ليهم نشاط كبير جدا. انا مش عارف هو ايمن نور يعرف منين ان في جماعات وفي شباب وفي افراد هتلبس لبس الجيش وتعمل عمليات تخريبيه في مصر في يوم 6 اكتوبر. هو بيقولوا ان هم عايزين يبوظوا الاحتفالات بعيد اكتوبر. لا، اللي احنا شايفينه واللي احنا المفروض نستشفه دلوقتي ان اللي عايزين يبوظوا احتفالات اكتوبر الناس اللي عايزه تعمل ثوره جديده ضد الجيش، الناس اللي عماله تقول لا للمجلس العسكري، الناس اللي عماله تقول عايزين مجلس رئاسي مدني، الناس اللي عماله تاكلهم خلايا مخهم العصبيه علشان خاطر يقولوا للجيش ارجع لسكناتك. انا مش عارف سكنات الجيش دي فين. يعني ما هو الجيش دلوقتي في سكناته. ايه هي يعني ايه يرجع لسكناته؟ هو المشير شغال حرس حدود، عايزينه يمسك السلاح ويروح يقف عند رفح مثلا. انا مش عارف يعني ايه الجيش يرجع لسكناته. هي الناس دي مخنوقه قوي كده ليه من الجيش؟ هو الظاهر ان في ثوره جديده عايزين يعملوها ضد الجيش. شفتوا المشير اول امبارح يا جماعه وهو ماشي في وسط البلد؟ المشير كان لابس بدله، الراجل ماشي من غير حرس، الراجل ماشي من غير امن، الراجل ماشي بشكل تلقائي. اصحاب المحلات في وسط البلد راحت تسلم عليه. بعدها لقيت لكم بوست نزل بصوره كده نازله، يعني حاجه بتقول ان الشعب مش عايز المجلس العسكري. طب عايزين نسال سؤال، الناس اللي عملت الصوره دي لو هم الشعب، امال مين اللي سلم على المشير في الشارع؟ ما هم اصحاب المحلات في وسط البلد والشباب اللي احنا شفناها بتسلم على المشير وبترحب بيه وبتصور معاه وبتصوره. اعتقد ان هم دول الشعب. امال مين اللي مش عايزين المشير؟ من انهي شعب؟ بتوع بنما؟ بتوع مين؟ جمهوريه الكونغو الديمقراطيه؟ مين اللي مش عايز المشير دلوقتي؟ انا في رايي ان ايمن نور المفروض يطلع يقول لنا مين اللي قال له علشان يبقى عنده مصداقيه. انت دلوقتي واحد من المرشحين للرئاسه، فعلشان يبقى عندك مصداقيه عندنا انت قلت معلومات جامده جدا. انت طلعت في برنامج قلت يا جماعه فلان الفلاني من الجهه الفلانيه جاب لي الحاجات دي اهي، صور او اوراق او تسجيلات صوتيه بس موثقه طبعا. لو انت حسستنا ان انت يا ايمن يا نور فعلا قلت الكلام ده من منطلق انك بتمتلك مستندات صوتيه او مرئيه تثبت فعلا ان في جماعات انت اكتشفتهم عايزين يعملوا عمليات تخريبيه في يوم اكتوبر، في 6 اكتوبر اللي جاي، المصريين هيحترموك. بس انا عايز اقول لك على حاجه، المصريين لا يمكن يحترموك. المصريين لا يمكن يحترموك لانك مش هتثبت انك بتمتلك فعلا ادله بتقول ان في جماعات وعناصر عايزه تعمل عمليات تخريبيه وهتلبس لبس الجيش. وانا في رايي الشخصي ان الناس دي تبعكم. انا في رايي الشخصي ان الناس دي بتنتمي للجماعات اللي خدت تمويلات خارجيه واجنبيه. انا في رايي الشخصي ان الناس دي هي اللي عايزه الجيش يمشي. المصريين العاديين دلوقتي مستنيين الرئيس الجديد. المصريين العاديين دلوقتي مستنيين واحد زي عمر سليمان ينزل ان شاء الله مش بقلب جامد، لان عمر سليمان طبعا انا في رايي الشخصي اكتر واحد دلوقتي قلبه جامد. المصريين الحقيقيين مستنيين اعلان عمر سليمان لترشحه للرئاسه. المصريين الحقيقيين مستنيين اعلان احمد شفيق. المصريين الحقيقيين مش عايزين البرادعي، المصريين الحقيقيين مش عايزين ايمن نور، المصريين الحقيقيين مش عايزين صباحي، المصريين الحقيقيين مش عايزين العوة. هتقول لي طب واللي عايزين البرادعي وايمن نور دول مش حقيقيين؟ لا، انا اقصد الحقيقيين في موقفهم من الاحداث اللي حصلت. في تضارب من الناس دي قبل الثوره وبعد الثوره في كلامها. المصريين الحقيقيين هم اللي واقفين ورا الجيش. المصريين الحقيقيين اللي ما بيقولوش الجيش بيسرق. المصريين الحقيقيين اللي مش بيقولوا الجيش عايزين نعرف ميزانيه الجيش فين. انا نفسي
الاعلام المصري، نفسي الاعلام المصري يبقى عنده وعي جديد بقى. الاعلام المصري يعني حد دلوقتي مثلا زي معتز الدمرداش، عايز اسال معتز الدمرداش سؤال مهم. هو انت مش اعلامي بقالك فتره؟ هو انت مش قريت الخبر دوت بتاع ايمن نور؟ هو انت ليه يا معتز ما اتصلتش على الهوا بايمن نور وقلت له عايزين نستفسر منك عن المعلومات دي؟ ليه كده؟ هو انتوا ليه بتستكردوا الشعب؟ انا عايز اعرف، هو مش ايمن نور ده واحد من المرشحين للرئاسه وقال كلام مهم زي ده، وقال ان في عناصر وفي جهات معينه بتعمل على انها تعمل اعمال تخريب في يوم 6 اكتوبر بانها تلبس لبس الجيش وهي مش بتنتمي للجيش؟ ليه ما حدش يا معتز، ليه ما تتصل يا معتز بايمن نور وتساله؟ وانت يا وعمرو اديب انا مش فاهم، بتطلع تهلل بس في حاجات اي كلام في الهوا جلاش بتتكلم عنها، ما تتصل بايمن نور وتساله. وانت يا لميس، وانت يا ريهام، وانت يا عم يسري فوده، وانت يا ريم يا ماجد، وانت يا بلال يا فضل، ويا محمود يا سعد، ويا ابراهيم يا عيسى، مفيش حد فيكم، مفيش راجل فيكم يتصل بايمن نور يقول له جبت منين المعلومات دي؟ مفيش. انا مش عارف، انا نفسي اصحى في يوم من الايام اعرف ان ايمن نور والبرادعي وصباحي بطلوا سياسه.